السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض البورك التركي. طبقات جلاش جواها جبنة سايحة بتبظ كده من كل حتة، حاجة كده آخر دلع. هقولكوا ازاي الجلاش يطلع مورق معانا وطري ما يكونش ناشف. هقولكوا كمان ازاي الجلاش يبقى مظبوط، لا ناشف قوي ولا معجن، ومقرمش في نفس الوقت ما يكونش ناشف قوي. هقولكوا كمان ازاي الجبن تسيح معانا كده وتدينا مطة. هنحتاج نص كيلو جلاش ونص كوباية سمنة سايحة وجبن مشكلة وزيتون مخلي. اجيب بقى كده الصينية دي، صينية مقاس 28، دي مناسبة لنص كيلو جلاش. ادهنها بالسمنة واجيب بقى الجلاش طبقتين طبقتين وابدأ افردهم في الصينية. السمنة اكون مسيحاها بس مش عايزاها تكون سخنة قوي. لو في اي حتت مقطوعة كده نفردها، مفيش اي مشكلة، ما بتبانش كمان في الصينية. وادهن بالفرشة الجلاش. النص كيلو بيبقى مناسب لصينية مقاس 28، بتبقى ارتفاع القطعة كويس جدا عشان ما تبقاش سميكة قوي ولا رفيعة قوي. احط طبقتين طبقتين وادهن بينهم بالفرشة. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو اول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. اقدر استخدم سمنة بلدي او زبدة، هتدي طعم وريحة كويسة جدا للصينية. لو مفيش استخدم سمنة نباتي، ممكن كمان زيت، بس الافضل سمنة عشان بتدي طعم حلو ونفس وريحة حلوين جدا للجلاش. بس كده لحد ما افرد نص كمية الجلاش اللي معايا. اجيب بقى جبن وافردها كده في النص، احط كمية كويسة من الجبن اللي معايا، جبنة موتزاريلا ورومي وشيدر مبشورين. الجبنة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، مينفعش انها تكون متلجة، واستخدمها عشان تسيح معايا وتديني كمان مطة. كمان لازم استخدم نوع جبنة يكون كويس عشان تديني طعم نهائي حلو للجلاش. احط كمان زيتون مخلي. انا هنا استخدمت كذا نوع جبنة، ده بيدي طعم احلى للجلاش. ممكن استخدم اي نوع جبن تانية بنحبها، ممكن استخدم نوع واحد، يعني ممكن استخدم شيدر بس او رومي بس افضل طعم لما بنحط ميكس من الجبن. واكمل بقى فرد طبقات الجلاش كده وادهن بينهم بالسمنة عشان الجلاش يبقى مورق وهاشش ومنفوش لحد ما اكمل بقية كمية الجلاش. اجيب بقى السكينة كده واقطع الصينية بأي حجم بقى نحبه. لازم السكينة اللي استخدمها في تقطيع الجلاش تكون سكينة مشرشرة، هتقطع معايا بسهولة وبسلاسة ومش هتبوظ الجلاش. ممكن كمان ازود في الحشو فلفل وطماطم. بس كده انا قطعت كل الصينية. اجيب بقى كوباية لبن احط فيها معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود، اقلبهم بقى كده. هنا الملح والفلفل الاسود عشان املح الجلاش وبهره، وانزل بيهم على الجلاش. اللبن ساقع او سخن مفيش اي مشكلة.
اوزع بقى اللبن كده في كل التفاصيل بتاعة الجلاش عشان الجلاش يشربه كويس ويدينا طعم نهائي حلو جدا. ادخل بقى الجلاش ده في فرن يكون سخن قبلها ب5 دقايق على الرف اللي في النص على درجة حرارة 220 لحد ما الجوانب يبقى لونها ذهبي. افتح عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي. بعد كده شايفين بقى صينية بعد ما خرجت. نص كيلو الجلاش بياخد كوباية لبن. ده بيخلي الجلاش يطلع مظبوط، لا ناشف قوي ولا طري قوي ومعجن، يطلع قوامه مظبوط وفيها شاشة ومورق. كمان درجة حرارة عالية قوي بتخلي الجلاش ينشف معانا، لازم درجة حرارة تكون متوسطة عشان برضو يطلع مستوي ومظبوط وذهبي ما ينشفش مننا. شايفين بقى الجبنة سايحة ازاي وطلع ازاي من كل ناحية لكل عشاق الجبنة، وطعمه لذيذ ومختلف عن الجلاش اللي باللحمة المفرومة. تنسوش وانتوا بتعملوه تذكروا الله عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.